السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا. هنتكلم النهاردة يا اخوانا عن موضوع منتشر في اليومين اللي فاتوا، انتشار كبير جدا، وهو ان أسامة بن لادن اصبح ترند في الولايات المتحدة الامريكية. ايه السبب وايه اللي حصل؟ هقول لحضراتكم. موقع الاخباري لصحيفة الجارديان نشرت مقال قديم لأسامة بن لادن بعنوان رسالة إلى أمريكا. فحوى الرسالة دي بتاعت بن لادن إن هو بيذكر فيها الأسباب ليه بيعادي أمريكا، عشان خاطر اللي بيحصل لأطفال أفغانستان وأطفال العراق، وده السبب معادة أسامة بن لادن للولايات المتحدة الأمريكية. مع انتشار ده ملخص المقالة بعنوان رسالة إلى أمريكا، كتبها أسامة بن لادن. لما انتشرت المقالة دي، ابتدى الشباب الصغيرين في الولايات المتحدة ياخدوا المقالة دي ويفسروها، وابتدوا يقولوا إنه فعلا عنده حق، إن نتيجة للأفعال اللي بتحصل من أمريكا ضد أطفال أفغانستان وأطفال العراق، إذا ممكن يكون رد فعل. ابتدى الشباب يقول إن أسامة بن لادن عنده حق، إذا تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية غير مدروسة عفوا، وهي سبب ممكن عداء للشعب الأمريكي أو عداء للولايات المتحدة أو عداء لأمريكا. فمع انتشار المقالة دي بشكل كبير جدا، وإن الشباب الصغيرين ابتدوا يقولوا إن المقالة دي فعلا محقة، موقع الجارديان حذف الرسالة، وده خلى الإقبال عليها يزيد، وابتدوا يجيبوها مرة تانية، وانتشر الموضوع في أمريكا بشكل كبير جدا، لدرجة حضراتكم إن أسامة بن لادن أصبح ترند في أمريكا في اليومين اللي فاتوا. تخيلوا حضراتكم إن مقالة لأسامة بن لادن أصبحت ترند في أمريكا بعد ما الشباب قروها وعرفوا فحواها وقالوا إنها رسالة محقة. والرسالة بتاعت أسامة بن لادن كانت اسمها رسالة إلى أمريكا. ده حضراتكم اللي حصل في اليومين اللي فاتوا وخلى أسامة بن لادن ترند في أمريكا. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.